حلال عليك ال 2 مليون بتوعك ولا حلال عليهم؟ اصبر بس يا استاذ محمد، انت قايم عليك 3 شهور، انت عشت 3 شهور سعداء نطمن فيهم وراحه البال فيهم. لا بس فبلاش انا سدحت لامي وامي انا عايز تقعد معايا في البيت. خلي حاجة ثانية. خبط على الباب ده، ها، واجري ينزل على السلالم جري. ماشي؟ لا طيب. بس اعمل اللي انا بقول لك عليه. يلا يلا. مين؟ فين يا حاج؟ معلش يا ابني، اصل هو مني ان انا في الشيخ ولا شوفني خالص، وده ابني بيوحشني، ابني عاوز اشوف. طب وربك الرميه دي كده؟ كده كده اشبع بس منه. حاضر يا حجي حاضر. بصي انا هعمل معاه حوار كمان، هخليه يلف عليكي ودخلك الشقه وما عادش يسيبك بره خالص. خليك والله خليه يفضل تحت رجلك مدى الحياه. تبصر عليك. بس انا مش هنطول على الباب دلوقتي، بس انا اوعدك ان النهارده هياخدك يفضل عندك مدى الحياه. هتفضلي معاه ماشي؟ مين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. معاك الأستاذ بديوي من برنامج الحظ السعيد. اهلا بيك. طب يعني نتكلم عن الباب كده ولا إيه؟ تعال اتفضل يا عم. إن شاء الله هتكون أنت السعيد إن شاء الله. تعال اتفضل هنشوف. اتفضل يا استاذ تعال. مش عايز نطول عليك بس. انت نورتنا والله. أمال فين العائلي؟ مايا. والدك موجود؟ لا انا ومراتي بس. تعال يا مايا. والدك متوفى ولا على قيد الحياة؟ والدي متوفى. ووالدتك؟ مش موجودة. مش موجود. يعني إيه على قيد الحياة؟ على قيد الحياة بس مش موجودة، ما اعرفش عنها حاجة. طيب إيه ما تعرفش عنها حاجة؟ مش موجودة معايا في البيت يعني هو عشان مين أقول لك اللي لو عايز تستفسر عن الحياة عشان معاك بداوي من برنامج الحظ السعيد، وان شاء الله انتوا اللي هتكونوا كسبانين معاني. اكتر عيله سعيده، انا لقيت 5 عائلات وانتوا الحظ السعيد ان انا طلعت لكم. سبحان الله ما بنطلعش لاي حد كده، ده ربنا اللي يعني احنا لنا افادة من الموضوع. ليك افاده طبعا. اكتر عائله عاشت عيشه سعيده خلال 3 شهور بياخدوا معانا 2 مليون جنيه. اتكلم جد. بقول لك بياخدوا معانا 2 مليون جنيه. طب واحنا ما اخترناش غير 5 عائلات بس. يعني انت حضرتك واحنا منهم يعني؟ ان شاء الله انت منهم، بس لازم يكون حظك سعيد، لازم تكونوا العيله ملمومه. يعني هو مثلا والدته ابوه ووالده متوفى، لازم تكون والدته معاه ال3 شهور دي. لو بقوا سعداء هم ال3 او انتوا ال3 في خلال ال3 شهور دول وجيت لقيت العيله بحالها سعيده، وعلى فكري انا بنيجي كل يوم والتاني بنتابع بنشوف الحاله بتبقى عامله ازاي، والفائز معاني بياخد 2 مليون بعد ال3 شهور دول، وانت بتاخد ال 2 مليون. ولو امك مش مرتاحه معاك او زوجتك مش مرتاحه معاك، يا زوجتك تتطلق يا امك بناخدها ونوديها دار المسنين. ولو انتم مرتاحين مع بعض بيبقى هنيئا عليكم ال 2 مليون وتعيشوا عيشه سعيده. لا طبعا بنكونوا مرتاحين مع بعض. انا موافق. يعني ان شاء الله هنيجي بكره، نعدي بكره هنلاقي العيله ملمومه ان شاء الله. نلاقي العيله ملمومه ان شاء الله. طب اسم حضرتك؟ محمد مبروك. اسم المدام؟ ما يا رب. حاجه؟ سلوى حسين. ماشي ان شاء الله هنعدي بكره مره الشارع، ان شاء الله هتكونوا الفايزين معانا. ان شاء الله. نتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله والله. وربنا يوفقك. طب ما تقعد نشرب حاجه. ان شاء الله مع الحظ السعيد هتعيش سعيد. ربنا يخليك. السلام عليكم. الله مش هتسوي. ماشي. محمد واحنا هنجيب طنط منين؟ كان بيها من زمان. بصي وانا بنشوفها كده وانا راكب العربيه من بعيد كده. تتجول يعني في الشارع؟ ايوه لما بنبقى من زي البيت بنشوفها في مكان كده بتبقى قاعده عند الزباله وكده. طب وانت مستني ايه؟ هننزله ونضرب اي كلمتين كده وهنجيبها معانا. ما هو لازم، مش هنضيع ال 2 مليون مننا يعني. طب ما انا بنفكر في كده غبيه، يلا بينا. طب يلا.
اما انا محمد، عارفاني؟ ايوه يا ابني. اخبارك ايه يا اما؟ وحشاني يا اما والله، وحشاني يا اما والله يا اما، وحشتنا. عمال ندور، افتكرتني يا بندور عليك بقالي بدور سنين يا عليكي من أما. على طول، انتوا كل على طول تنزلوا الشاشة نبص عمال عليكي ندور عليك بقالي سنين يا اما. انت بتروحي فين يا اما؟ بقالك سنين بتدور عليا. والله يا أما كانت الظروف زمان بقى، وانت عارفه بالظروف اللي مرت بيا زمان. معلش يا أما. لا ده انا جيت لي يا كويس حبيبي. وجاي ناخدك وتقعدي معايا في البيت تقعدي في كمان. بيتنا وهنخدموكي. والله يا أما. وكل اللي انت عايزاه نجيبهولك. يعني مش هتخرج مايا على فكره كل شويه تقول لي انزل شوف امك فين، انزل شوف امك على ايوه اليمين. ده انت كنت وحشاني قوي. قومي هاتي ايدك، قومي تعالى يلا معايا. معاني، هناخدك معانا البيت. البسي شبشبك يا ست الكل. البسي. ايه اللي حصل ده؟ شيلها. نورتوا بيتك يا ست الكل. انا كنت وحشاني يا امي. مبسوطة؟ ايوه بس انا مش مصدقه، انا حاسه ان في حاجه مش سليمه. ياما كل لا، الموضوع صدقي بس والله انك انت كنت تايهه مني في الدنيا ولقيتك خلاص يعني. الموضوع مش صعب ولا حاجه، والله كنت وحشاني يا أمي. مش نفسك اي حاجه يا اما؟ لو عايز اي حاجه بس جديد. لا يا حبيبي. ثواني خليك هشوف منه بقى. تعال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ والله بخير الحمد لله. اتفضل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا استاذ بدوي تعالى. عاملين النهارده يا حاج؟ تمام ان شاء الله تكون احسن. الله يخليك يا ابني. طبعا احنا يا استاذ محمد النهارده اخر يوم في 3 شهور في مسابقه الحظ السعيد، والكسبان معانا هو حضرتك يا استاذ محمد. بجد كسبت ايه يا ابني؟ كسبان 2 مليون. بس طبعا هناخد الحاجه معايا دار المسنين، ما عادش هتقعد معاكم هنا لان كان مدتكم 3 شهور وبقيتوا اسعد ناس في 3 شهور، وربنا كرمك بال 2 مليون. يبقى كده معاك ال 2 مليون في كفه، والحجه هتروح معايا في كفه، ولكم حريه الاختيار. لا يا استاذ بدوي انت كده حطيتنا في اختيار صعب الصراحه. ولا اختيار صعب ولا حاجه، انت حلال عليك ال 2 مليون، وانا يلا بينا يا حاجه عشان خاطر هتروحي معانا. لا انت حلال عليك ال 2 مليون بتوعك وانا حلال عليهم. اصبر بس يا استاذ محمد، انت دايم عليك 3 شهور، انت عشت 3 شهور سعداء نطمن فيهم وراحه البال فيهم. لا بس فبلاش انا فتحت لامي وامي انا عايز تقعد معايا في البيت. احنا اتعودنا عليها. خلاص يا عم ازاي ما كانش اتفاق؟ انا متفق معاك ان بعد 3 يا شهور. عم دي امي، انت هتغصبني انك تاخدها. خلاص يا عم انا قلت لك انا ارتحت لامي وانا هم عايز. والله براحتهم، انا كنت نتمنى ان انتم تكسبوا في مسابقه الحظ السعيد، ولكن نتمنى لكم السعاده دوما. ربنا يخليك. ايش نستاذن انا؟ يا ابني كنت اخدت ال 2 مليون. انت هو بتعمل ايه؟ ياما ناخد ال 2 مليون ونسيبك، ده انت الجنه، انت السند، انت الظهر ياما. ما نقدرش نستغنى عنك ولا لحظه والله ياما. حبيب قلبي. ربنا يخليك ليا يا رب.